اهلا بيكم. عندي 3 بطاطسات مبشورين، عندي بيضتين، جبنه موتزاريلا، فلفل رومي متقطع قطع صغيره، وبقدونس، معلقتين من الدقيق، وملح وفلفل اسود وبابريكا. محضره بوله نزلت فيها بالبيضتين مع الفلفل متقطع قطع صغيره، ومعلقتين من البقدونس المفروم. هنزل عليهم بالملح والفلفل الاسود والبابريكا. هبتدي اقلبهم بالمضرب اليدوي بالشكل ده. هجيب عندي بقى البطاطس، انا بشراها بطاطس نيه مبشوره ومغسوله ومتصفيه. هنزل عليهم بمعلقتين الدقيق وابتدي اقلب فيهم لحد ما كل المكونات تختلط مع بعضها. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. بعد ما قلبتها بالشكل دوت هجيب عندي طاسه تكون سخنه على النار، فيها 4 معالق كبار من زيت الذره. هبتدي افرد طبقه من البطاطس بالشكل ده، هحاول اسويها كويس. انا مقسمه البطاطس لجزئين. هجيب عندي بقى الجبنه الموتزاريلا او اي نوع جبنه انت تحبيه، انا جايبه جبنه موتزاريلا، ممكن رومي ممكن شيدر. وابتدي اوزعها على سطح طبقه البطاطس بالشكل ده كده. بعد كده هجيب الجزء التاني من البطاطس، هبتدي اغطي بيه سطح الجبنه زي ما انت شايفه بالشكل ده. طريقتها سهله جدا، مش عايزه اقولك على الريحه بجد تحفه. هغطيها بقى لمده 10 دقايق. اول ما تاخد اللون الذهبي من تحت هروح جايه قلبها على الناحيه التانية زي ما انت شايفه بالشكل ده. هغطيها، بعد كده هقلبها على الناحيه التانية هتديني اللون الذهبي الحلو ده. وبعد ما استوت طلعتها في طبق التقديم. بجد طعمها تحفه، تنفع معاكي في الفطار في العشاء. اعمليها بنفس الطريقه اللي قلتلك عليها، بجد طعمها حلو قوي هتعجبك. زي ما انت شايفه بالشكل ده طعمها رائع. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات تانية كتير باذن الله هتعجبك، والف هنا وشفا. سلام عليكم.